السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فالموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع مهم بزاف اللي بغيت يعني نجبدو معكم، لأنه تيشغل الصحة العامة. هو يعني سي ان اليمون اسونسيال، يعني فاش تنهضروا على المكملات الغذائية تيكونوا يعني هذاك مكمل غذائي، يعني شي حاجه اللي تكمل لنا الصحه ديالنا في التغذيه ديالنا. اما فاش نهضروا على تغذيه يعني اساسيه، فتنهضروا اول حاجه على الماء وعلى الخبز. فالموضوع اللي اختاريت لكم اليوم هو الخبز. فهاد الخبز هذا بصراحه هو مشكل عويص على الخبز اللي تندخلو للجسم ديالنا، والبطن ديالنا تيبقى منتفخ والصحه ديالنا تتبقى غادا هذا الهويه بسبب هذا الخبز هذا اللي فاش تنخرجوا تلقاو واحد الخبز اللي هو غير صحي. هذا بالنسبه للزبناء ديالي فلاحظت عليهم واحد الامتياز في الصحه ديالهم، ان غذاء الملكه والبروبوليس والاوميغا 3 وكذلك البروبيوتين اللي تنعطيهم يعني يخدم فيهم في الجسم ديالهم مزيان. ولكن قلت لما لا انهم يحيدوا هاد الخبز هذا اللي يعرقل لهم الامتصاص في البطن ديالهم لهاد المكملات الغذائيه والتغذيه ديالهم بشكل عام. علاش ما نفكرش انني نقول لهم ياخذوا الخبز بالخميره بلديه؟ فالعديد من الناس ما تيعرفوش يصايبوا الخميره بلديه، والعديد من الناس ما تسمحش لهم الوقت انهم يعجنوا. وفاش فكرت ان نقلب لهم على اماكن من غياخذوا الخبز البلدي، فعلا لقيت لهم اماكن ياخذوا منها خبز يعني موسمي، يعني بهذا يعني في وقت الشعير، في وقت الذره، في وقت يعني في الاوقات الموسميه تيمشيو. يعني كاينين بعض الاماكن اللي تنقول لهم خذوا راه فيهم خبز بلدي وهذا. ولكن المشكل اللي كاين ماشي هنا. المشكل اللي كاين هو انني من بعد التجارب اللي يعني كل نهار الله سبحانه وتعالى تينور لنا العقول ديالنا، باش نلقاو واحد الخبز اللي هو 100% بلدي بخميره بلديه، ولكن مشري يعني بواحد يعني لا ماتيير بروميير مشريه، يعني خاصها تكون كثيره باش يقدر ان الانسان يغسلها وباش يقدر يطحنها. فقررت انني باش يعني ندخلوا البطون ديالنا وندخلوا الامعاء ديالنا واحد الخبز نظيف جدا وصحي. هذا تكلمت مع التعاونيه اللي تصنع ليا المكملات الغذائيه، وقلت لهم باش يبداو يعني يصوبوا لي خبز بلدي. ففعلا تيشريو هذا يعني تيكون هذاك لاباز ديالو يعني مغسوله ومنقيه مزيان ومطحونه، اللي غادي يدير زيوت بحال هادو يعني اليمونتير وعندها كفاءه يعني في هذا في الماتيريال ديالها، فين الالات فين تطحن هاد الزيوت هذه يعني تتكون مؤثره بالبريد. فلقيتهم هما مزيان انني يصنعوا لي خبز بلدي بخميره بلديه باش نزيدوا بالصحه ديالنا لقدام. لان الخبز كما قلت لكم اساسي شي حاجه ما نقدروش نعيشوا بلا بها. دونك خاص يكون خبز جيد، يكون مغسول ومنقي ومطحون وما فيش طحين الابيض، ما فيش سكر، ما فيش هذا الخميره الاصطناعيه، يكون بخميره بلديه. وفاش نهضروا على خميره بلديه اللي تتكون يعني في هذا الخبز هذا اللي هو بلدي، تنهضروا على البروبيوتي. وفاش نهضروا على البروبيوتي راه هو اللي فاش نهضروا على البروبيوتي راه هو اللي تينظف الامعاء، هو اللي يكنس الامعاء، وهو اللي تيخلي ان البشره ديال الوجه تكون تتبان نضره والصحه تتكون مزيانه، لان جميع الامتصاص ديال التغذيه المهمه اللي تدخل الجسم ديالنا تتمتص من الامعاء. هو خبز الزرع البلدي الكامل بخميره بلديه. تيصايبوا حتى الذره البلديه لانها وقتها دابا الذره البلديه تيديروها بالذره بلديه زائد خميره بلديه، تيطلع الخبز زوين وتيقدر انه يصبر حتى ل3 ايام يعني